بيك في بيت الحياة قلب رعنخ. حكينا الحلقة اللي فاتت إن العصر الجيولوجي التالت كان مشكوك في وجوده بسبب إن ما كانش فيه بقايا للإنسان يستدلوا بيها على أي حاجة. ولكن في العصر الحجري القديم لقينا أول بقايا للإنسان على الأرض، منها بعض العظام البشرية وشوية من الآلات. ولكن أول ظهور للإنسان على الأرض صعب نحدد هو في أي عهد وقبل كام سنة من سنين قبل الميلاد، ولكنه بشكل عام هو بيرجع لأزمان قديمة جدا. والحقيقة إن العصر ده كان طويل جدا، وده ترتب عليه كذا حاجة، منها تغيرات جوية من جو بارد لجو حار، وتغيير في شكل الإنسان وشكل الآلات. ومش بس كده، لا ده الموضوع وصل لتغيير في شكل النباتات والحيوانات في الوقت ده. والعصر ده بينتمي للعصر الجيولوجي الرابع حسب كلام علماء الجيولوجيا. كمان في العصر ده التلج اتجه ناحية الجبال وغطاها، وبعد كده رجع تاني للوضع اللي كان عليه، وده كان بيسبب انخفاض شديد في درجات الحرارة. وفي الفترة اللي حصل فيها رجوع الجليد